الحمد لله، نشكر الله بفضل الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ده بفضل ربنا الحمد لله. كانت قضية مخدرات كبيرة فعلا، كانت تشكيل عصابي، وكانت متهمة فيها متهمة اسمها خديجة محمود، واحدة ست انها بتتزعم هذا التشكيل العصابي، وظبط التانيين. الصعوبة في القضية ان الاثنين اللي كانوا في التشكيل وظبطوا معاها خدوا احكام حضورية بالسجن كل واحد 15 سنة. فاحنا كنا بنتصدى لخديجة وتصدينا الحمد لله وقبلنا مهمة الدفاع عن خديجة، رغم ان اللي معاه في القضية خدوا كل واحد 15 سنة حضوري. يعني كانت مسألة صعبة، انما ربنا كرمنا امبارح الحمد لله. دايرة 21 جيزة قضت بالبراءة، ودي براءة تشرفني جدا. براءة بتثبت ان قضاءنا هو قضاءنا، هو القضاء العالي، هو القضاء الشامخ، هو القضاء اللي احنا كلنا بنطمئن ليه، اللي احنا كلنا بنحبه، اللي احنا كلنا بنقول دايما قضاء مصر، هو ده قضاء مصر، هم دول قضاة مصر. اتعمل محضر تحريات، قال فيه السيد محرر المحضر ان خديجه ديت اللي زوجها يعني ليه نشاط اجرامي في تجاره المخدرات وليه قضايا قبل كده، وذكر ارقام هذه القضايا، وقال ان الست دي بتتزعم تشكيل عصابي بمعاونه رجال جوزها زوجها، وان التشكيل دوت بيتسلم مواد مخدره ويسلم ويبيع وما الى ذلك. واتظبط الاثنين اللي اتقال عليهم في محضر التحريات والاذن، ومعاهم كميه كبيره جدا من المخدرات وصلت لحوالي 250 تربه، وخدوا احكام. انما الحمد لله هي المتهمه بتاعتنا كانت بعيده كل البعد عن ذلك، واثبتنا للمحكمه بالادله والبراهين ان هي لا علاقه لها بهذه الامور وهذه الاشياء، وكان الحكم العادل الحاسم بالبراءه اللي بفضل الله وتوفيقه. احنا ركزنا على محضر التحريات وقلنا ان هذا المحضر غير جدي، مكتوب مكتبي، محضر لا يعبر باي حال من الاحوال عن حقيقه الوضع، تحريات تكاد تكون منعدمه، تحريات بنيت اساسا على زوج المتهمه. هو كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني زوجها ليه قضايا او ولو ان زوجها خد براءه في كل اقضيته، يعني زوجها حتى القضيه الكبيره اللي كان مشار اليها في المحضر خد براءه فيها. ولا تزر وازره وزر اخرى مش معنى ان هي متجوزه واحد ليه قضايا او ليه كذا او ليه كذا ان هي تعمل محضر وتحط اسمها في المحضر، لا. الامور لازم تقاس بمقاييس العدل، ولازم توزن بموازين العدل، والا الدنيا تهلك. لازم نتحرى الدقه كظباط وكشرطه في تحرياتنا وفي كتابتنا وفيما الى ذلك، عشان ما نزجش بابرياء فاتون اتهامات ما انزل الله بها من سلطان. النيابه كعادتها في هذه القضيه بتطلب توقيع اقصى عقوبه. يعني النيابه دايما في قضايا المخدرات بالذات وما الى ذلك بتطلب توقيع اقصى عقوبه، وده دور النيابه الامين على الدعوه الجنائيه، والنيابه من حقها انها تطلب كده. فطلبت النيابه واحنا قدمنا دفوعنا، والمحكمه ولله الحمد استجابت لهذه الدفوع. يعني كان حكم، يعني انا شايفه حكم تاريخي لما يبقى قضيه فيها هذه الكميه، يعني 250 تربه او ما يزيد، واذن وتحريات، وتقضي المحكمه بالبراءه، يبقى احنا قدام حكم يذكر وسيظل للقضاء المصري الشامخ برهان ساطع على عظمه هذا القضاء وشموخه. يعني كميه كبيره زي كده، اللي هي خديجه المتهمه خديجه محمود، لاطفال وابناء، يعني اتهام زي دوت انها تحوز وتحرز وحيازه واتجاه وتشكيل عصابي، لا مش للدرجه دي، يعني الامور ما تمشيش للدرجه دي. اثبتنا الحمد لله عدم نتيجه التحريات، وان المحضر منعدم، وبطلان اذن النيابه العامه الصادر بناء على هذا المحضر، لان ما بني على باطل 336 من قانون الاجراءات الجنائيه بتقول ايه؟ معناها او مؤداها كل ما بني على باطل هو باطل. انت محضر باطل، محضر غير جدي، محضر منعدم، اذن النيابه الصادر بناء عليه بالتالي منعدم. انا لم يضبط مع موكلتي نفسها ثم شيء، المضبوطات قالوا مع التشكيل مع الاخرين، انما هي نفسها لا محضر ولا ضبط معاها شيء ولا تحريات صادقه بشانها. فالمحكمه قدرت كل ذلك وحكمت حكمها الصادر بتاريخ امس. والله احنا ما سمعناش شهود، انا كنت شايف القضيه بفضل الله، انا ما بحبش الشهود. هو شاهد الاثبات اللي قال كلام في التحقيقات هيجي يقول ايه؟ بيجي لي انا يسوق موقف موكلي، مش هيحسن موقف موكلي. فانا شايف القضيه جاهزه للفصل بفضل الله وبحمد الله، وشايف الدفوع بتاعتي جاهزه، وشايف الدفوع قويه، وشايف المحكمه بفضل الله وبعون الله محكمه مدققه وفاهمه وواعيه. والحمد لله رفعت من اول جلسه، دي كانت اول جلسه، يعني كانت تم القبض على المتهمه وعملت اجراءات، ودي كانت اول جلسه ليها بعد اعاده الاجراءات. واحمد الله ان انا يعني حزت حكم البراءه وما سمعتش الشهود ولا كده، ما كانش في داعي ليهم، يعني رؤيه الدفاع في هذه القضيه ان ما فيش داعي للشهود بفضل الله الحمد لله.